يضطر، أو ماذا لو قرر الدكتور مرسي زيارة إسرائيل؟ هل هذا وارد؟ الحقيقة احنا بنحترم مصر الدولة. دولة مصر دولة كبيرة وعريقة ولها قيمتها في التاريخ، وتحترم قراراتها، وتحترم القانون الدولي، وتحترم المؤسسات الدولية. وما وقع عليه المصريون كمصريين بإرادة حرة على من اتفاقيات نحترمه. وبالتالي احترامنا للمجتمع الدولي وللقيم والأعراف الدولية والقانون الدولي يحتم علينا دائما أن نسعى لاستقرار هذه المنطقة. معاهدة السلام نص فيها بوضوح على السلام الشامل والعادل لشعوب المنطقة. أتحدث عن الشعب الفلسطيني. أين السلام الشامل والعادل بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ إذن هناك تفهم دولي وتفاهم إقليمي حول ضرورة تحقيق المصلحة الفلسطينية ووقف العدوان على الفلسطينيين. نريد أن نتحدث دائما عن الواقع، لا أن نتصور أشياء مستقبلية لا يمكن أن تحدث، يستحيل أن تحدث، ونحن نرى الواقع فيه محاولات تغيير للمساحات وللأرض وعدوان وتهميش ويعني استمرار المراوغة لعشرات السنين. هذا أمر يجب أن يقف ويتوقف وبرعاية دولية، ومصر في القلب من ذلك. هل يتصور أحد أن يكون هناك استقرار أو سلام في منطقة الشرق الأوسط بدون مصر؟ يعني هل يتصور أحد أن يكون هناك مصالحة بين الفلسطينيين